في فيلم من افلام حسن الامام اللي هو اول فيلم معاه، كان اسمه العذاب فوق شفاه تبتسم، كان اختراع الاسماء الطويله. جينا عند حته معينه، فالمفروض ان انا قاعده جنبيه في حنطور كاريتا كده في تونس، فهو معاه يعرف واحده وهي دي مراته، فهو عمال يدلع مراته طبعا عشان عامل عامله. فالمدير التصوير مع الاستاذ حسن الامام الله يرحمهم ويديكوا الصحه وطولة العمر، قال له بص، الممثله اللي جنبك دي كاتبالنا في العقد اوعوا حد يعمل مش عارفه ايه، اوعوا اعمل ايه، اوعوا مش عارفه ايه، انا عاوز بقى زاويه تبين ان هنا في قبله، فلما تيجي الزاويه من جنب اللي مش عارفه ايه، تيجي انت تقرب عليها كده اهو، يعني انا كده خرجت من الكادر، تروح واخد اللقطه انت تقرب منها يا استاذ محمود ياسين. هو مش عارف بقى ان انا ايه يعني، ايوه كده في نص السبعينات، لكن انا بشتغل من نص الستينات، من 66 انا شغاله، ويعني اول فيلم وده تاني فيلم، ده كان تالت فيلم، فانا فاهمه يعني ايه زوايا. فقاعدين بنجري بقى ترك داير وصور، لقيت محمود ياسين ابتدى يقرب وهيعمل كده، فلقيت ان الزاويه دي هتطلع دي قبله، فانا بكوعي ورحت مدياله في معدته ورحت نطه من الكاريتا. يا نهار ابيض، نطه ايه بقى؟ النطه اللي هي بتاعت الناس اللي هي بتنط من الاتوبيس وعلى ايديا ورجليا. انما سمعت ولغايه دلوقتي شو ما بفتكرها، الله يرحمك يا محمود ياسين، كان راجل جميل وعظيم كده في نفسه. قال فحسن الامام هيلطم، قال لي ايه ده يا استاذه، الراجل ده عنده قرحه في المعده. قلت له قرحه في المعده؟ قال لي ايوه. وبعدين في ايه، هو جاي جنبك؟ قلت له ايوه. الزاويه بالنسبه للمشاهد، الزاويه مش تبع اللي انا كاتباه واللي انا ماشي عليها. ومن ساعتها بقى يعني كل ما اشوفه الاقيه بيشرب لبن، قول يا ربي. قلت له انا اسفه يا استاذ محمود، معلش حقك عليا. قال لا حقك، عشان تاني مره ما عملوش كده. من ساعتها كان يجي الاستاذ حسن الامام، انا جاهز، اندهولي بوليس الاداب، كانوا مسميني كده بوليس الاداب. لكن كانت فتره جميله جدا جدا جدا.